السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مرة تشوفيني انا شيماء ودي قناتي. اتمنى لو الفيديو عجبك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت من عيلتي الصغيرة حطيلي لايك على الفيديو ده للسريع، ويلا نشوف الروتين بتاعنا. اول حاجة خالص حبيت ان انا اشمس المخدات زي ما احنا شايفين الجو جميل، وكنت عايزه اوريكم اذكار الصباح والمساء. دي كنت جايبه دي كانت ورقه بتتباع بس يعني اكنها جلد كده شويه، كانت عامله 20 جنيه. قصقصت كرتونه ولزقتها فيها وحطها دايما قدامي اقرا فيها كده وانا بعمل حاجات المطبخ. قد ايه بقت بتريحني نفسيا. حاولي وانتي كده في المطبخ تقعدي دايما تسبحي وتذكري الله، تكوني برضو بتعملي حاجه مفيده. وقلت اطلع الاكل اللي هعمله النهارده طلعت سمك وطلعت جمبري، قلت يسيحوا وعقبال ما انزل اجيب شويه حاجات. يعني نزلت اشتريت شويه حاجات، قلت ايه عقبال ما الحاجه دي تكون ساحت اكون خلصت مشواري وجيت وجيت خلاص بالسلامه. قلت بقى ادخل كده على مطبخي. اول حاجه خالص بدات اللي انا اشوي البتنجانه دي. دايما بعمل اكل مشوي او لو ينفع حاجه تتشوى يعني او تتسلق، احب اللي انا اعملها غير المقليات، غير بقى حاجات الزيت وكده. طبعا عشان الزيت غالي، وحاجة تانية علشان الزيت كده بيكتم على النفس. لو اقدر اعمل غدا مسلوق او حاجة مسلوقة يعني او حاجة هتكون مشوية بيكون اسهل بالنسبة لي بكتير. وكمان عشان ايه الزيوت زي ما قلت لكم. وعبال بقى ما البتنجانية كده تاخد وقتها في الشوي، قلت اللي انا احط الرد كده زي ما احنا شايفين وايه، واعملها اعمل السمك يعني فيها. النهارده هعمل سمك بوري. بنضف بس بطنه، مش بحب اللي انا اشوي اي اسماك خالص خالص تكون ببطنها، عشان واحنا بناكل ايه يعني فاهمين ما نقلبش معدتنا يعني. فبنضف كده البطن بس، ومش بحشيها اي حاجه، بس بسيبها كده هوت نضيفه زي ما هي وبحطها بالرده. انا الصراحه كنت بستثقل كتير جدا اللي انا اشوي في البيت، بس الصراحه من ساعه ما بدات اشوي لقيت الموضوع سهل. انتي بتحطي الحاجه بس على العصاج وهي بقى بتاخد وقتها كده، وقت ما بتستوى فاهمين قصدي. وقلت بالمره اعلق بقى على الرز، وحطيت هناك الحله اللي هناك دي مليتها كده شويه ميه، وقلت اللي انا اعمل فيها الجمبري ده كنت هسلقه. والبتنجانيه بتاعتي هي بدات اللي هي يعني تدبل شويه كده من الشوي. هي كانت البتنجانيه دي كانت عندي بقالها فتره، بس كل ما بتدبل تديكي يعني نتيجه هايله جدا في السلطه. فقلت بقى انا نحضر الرز كده معاكم، هعمل رز صياديه عادي جدا. وكنت عايزه ادردش كده معاكم شويه في موضوع. من يومين كده كنت عند بنت خالتي وقعدت تشتكي لي بقى، ده بيقول وده بيعيد وده بيزيد. كان بقالي فتره ما شفتهاش الصراحه، واتفاجئت من طريقتها اللي هي دايما كلام الناس مؤثر فيها. فحبيت اللي انا يعني الكلمتين اللي قلتهم لها اقولهم لكم، يمكن لعل وعسى حد يستفاد مني. يا جماعه ابعدوا عن اي حد او اي ضغوطات تضايقكم في حياتكم بجد. قد ايه في ناس بتتاثر بكل كلام اللي حواليها. انا عايزه اقول لكم اللي حواليكي ده مثلا بيقول الكلمه يرميها زي الدبش، وبيروح يشوف حاله وبيشوف يومه ويشوف دنيته، وممكن يكون اصلا نسى هو قال ايه. فانت ليه تخلي كلمه حد قالها لك او علقلك على معاملتك مع ابنك او علقلك على حاجه تفضل مضايقاكي او تفضلي شايلاها في قلبك؟ حاولوا تبعدوا عن اي حد بيكون بيضايقكم. لو ما قدرتوش تبعدوا ومضطرين اللي انتوا اتعاملوا اكنكم ما سمعتوش حاجه. يعني قمنا من القعده ولا كأنك سمعتي حاجه. ما انت مش هتقعدي تحرقي في دمك وتقعدي تضايقي في نفسك. وكمان لما بتفتكري موقف وبتعيديه او بتقوليه لحد كده كأنك بتفتكريه بالظبط. قد ايه بنت خالتي وهي بتحكي لي كأن الموقف قدامها ولقيتها اتنرفزت واتضايقت. طب وعلى ايه كل دوت؟ صحتك اهم حاجة، طاقتك اهم حاجة لبيتك ولعيالك ولجوزك. ما تضيعيش طاقتك في دي قالت ودي عادت او الموقف ده ضايقني. قد ايه لو بتدي يعني ساعات بتسمعي مثلا اللي قدامك اللي هو ممكن يكون تسمحي له هو يتدخل في حياتك بطريقة ما من باب المجاملة. محرجة مثلا تسكتي اللي قدامك او محرجة تكسفيه، بس مع ذلك كل ما هيشوفك هيتمادى. ما هو بيحسب اللي انت كده بتسمعي النصيحة، او اللي انت مثلا عادية هبلة كده بتسمعي اي كلام في اي كلام. او لو حد بيضايقك بيشوفك بتتنرفزي فهنرفزك اكتر. لا خالص. انا الصراحة بقالي فترة كبيرة جدا 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 اي حد يكلمني تمام صح، او اعملي او سوي ان شاء الله حاضر، بس وام المكان ولا كأني سمعت حاجة. اصلك انت مش هتقعدي تضايقي في نفسك وتقعدي تعصبي في نفسك. ما كل ده على صحتك، كل ده على ضغطك اللي هيعلى، كل ده على ممكن نرفزتك في اللي حواليكي. ممكن تروحي تطلعي في عيل نرفزتك ولا تطلعي نرفزتك في بيتك. طب وعلى ايه؟
ونفس الكلام برضك للناس اللي بتشتغل. قد ايه ناس برضك بتروح الشغل، تروح تحرق دمها وترجع، تروح تتضايق وترجع. على ايه يا حبايبي كل ده؟ والله العظيم الدنيا ما مستاهله. ركزي في حياتك، ركزي في بيتك، ركزي في دنيتك، واي كلام جانبي فكك منه خالص خالص. لو بجد وفرنا الطاقه اللي هي بتضايقنا من اللي حوالينا، وفرناها في بيتنا ووفرناها في حياتنا، مش هنلاقي نفسنا ضايعين. والله العظيم كل واحد بس يركز في حياته. وعايزه اقول كلمه للناس اللي هي انت بترمي دبش كده وخلاص، ربنا هيحاسب كل واحد على الكلمه هو بيقولها. ده بجد، ده حقيقه. فقد ايه انت بترمي كلمه كده، او مثلا بتتدخلي او بتعلقي على عيل، ما مامته وباباه قاعدين. بستغرب جدا برضو من الناس اللي هو ايه، كانهم هيربوا الطفل. طب ما مامته وباباه قاعدين، ما هم ادرى بيه. يمكن يكون مثلا بيعدوا الموقف كده عشان ما يحرجوش قدام الناس، وفي البيت خلاص بيعلموه الادب. انت ليه تتدخلي في حياة حد؟ ليه؟ وفي ناس كمان على طول دايما بشوفهم اللي هو ايه ده انت مدلعي ابنك على ايه ده احنا ما كناش بنعمل كده. ايه ده ما كل واحد يا جماعه يخليه في نفسه، ما اللي تدلع تدلع، واللي تضرب تضرب، وكل واحد براحته. ما فيش حد بيخاف على عيله اكتر من امه، ما فيش حد بيخاف على عيله اكتر من ابوه. فبجد نفسي الناس بجد تخليها في حالها، ونفسي اي حد بيكون بيتضايق من كلام اللي حواليه لا ما يروحش الاجتماع ده، او لو مضطر يروح خلاص ودن بجد من طين وودن من عجين، ده بجد حرفيا. هنا بس عشان ما تتوهوش مني، علقت خلاص، كنت معلقه على الرز وسويته، والسمك بيستوى لوحده. وعملت الجمبري المسلوق بالطريقه العاديه خالص. حطيت الجمبري، ما كانش عندي طماطم فحطيت شويه صلصه. عارفين طبعا الطماطم بقت غاليه جدا. وبقيه البصلايه بتاعه الرز كنت برضو حطاها على شوربه الجمبري، وشويه ملح وفلفل. وهنا عملت سلطه البابا غنوج برضو بالطريقه العاديه. خل وثوم وملح وشطه، بس ما حطيتش طحينه عشان ما تبقاش تقيله. وهبدأ ان انا اعمل السمك، بحطه في فويل كده عشان زي يعني يعرق كده ويكمل سواه لو هو مش مستوي. وكمان اقدر ان انا اسخنه مرة تانية. بس وهنا قلت ان انا اقطع كده بصلايه دواير، وبحط عليها شويه ملح وشويه شطه، واحط عليهم السمك. ويا سلام كمان لو عندك ليمون ممكن تعصري على البصل ده ليمون، السمك بيكون بيشرب منه. بجد بيكون تحفه جدا جدا. حاولوا بجد تبعدوا عن اي حاجات مقليات بقى ومسبكات والحاجات دي، خصوصا في الحر اللي احنا فيه. السمك المشوي جميل. لو عندك بطاطس او حاجة تسلقيها برضو تعمليها سلطة، اي حاجات تكون صحية اكتر نحاول يعني بقدر الامكان. وحابة بجد اشكر كل حد من اخواتي وحبايبي اللي بيتفرج عليا وبيحط لي لايك للفيديو وبيكتب لي كومنت حلو. بجد انتوا ناس جميلة جدا جدا جدا، وبتشجعوني ان انا دايما اصور لكم حاجات كده هوت. وبكون فرحانة جدا جدا وانا بصور لكم. وحاولي دايما تعملي حاجة تكون بتفرحك. يعني مثلا انا قبل ما اعمل اليوتيوب ده انا كنت شغالة في مدرسة قبل كده، بس لظروف معينة يعني اضطريت ان انا اقعد من الشغل. فكنت قاعدة الصراحة مش بعمل اي حاجة، يعني حاسة ان انا قاعدة كده على التلفزيون او شغل البيت او مش عارف ايه. بس لما فتحت القناة حاسه ان انا بشتغل وحاسه ان انا بعمل حاجه، فاهمين قصدي؟ فحاولي لو يعني كنت بتشتغلي او حاجه، حاولي تعملي حاجه تانية بديله، اللي انت تحسي ان انت بتعملي حاجه برضو في يومك، فاهمين قصدي؟ هنا خلاص بعد ما كنت عملت بقى الغدا، كان عندي برضو شويه جوافه. قلت اللي انا اعملهم كده، يعني نعمل شويه عصير كده نشربهم عقبال ما نتغدى. لان يعتبر كنت عامله الغدا بدري قوي، بقالي فتره يعني اول ما اصحى افطر واعمل الغدا. بعد كده بقى وقت ما نيجي نتغدى اكون مسخناه. كنت الاول اقعد اعمل الاكل مثلا وخلاص يكونوا جعانين في البيت، واكون انا لسه عماله بطبخ ولسه محتاسه. لا، اتعودت بقى ان انا افطر، اعمل شغل البيت بتاعي واعمل الغدا بتاعي، بعد كده بقى اسخن بقى براحتي. المهم هنا كنت بعمل عصير جوافة. كنت مرة عاملاه قبل كده معاكم برضو في فيديو. وكنت بقطع بالسكينة، فحد كتب لي في الكومنت اللي انا اعمل بمعلقة. ففعلا معلقة سهلة جدا جدا اللي انا اطلع بيها البذر. بعمله برضو بطريقة عادية خالص خالص، بحط مية وعليها لبن. قبل كده برضو حد قال لي ما تحطيش اللبن الاول وعليه مية، يعني مش حلو، يعني مش مستحب. فحبيت اللي انا اتعودت بقى ان انا احط الاول شويه الميه وفوقيهم اللبن، وبحط كميه سكر اهو زي ما احنا شايفين، وبضربه في الخلاط وبيكون عصير جميل جدا جدا. قلت اشرب بقى شويه عصير كده اهوت، تصبيره يعني عقبال ما نتغدى. والكوبايات دي جميله جدا، كنت جايباها برضو من العصافره. الناس اللي في اسكندريه كنت جايباها من العصافره من شارع اسنا. كانوا كوبايتين عاملين 10 جنيه. بس طبعا الكلام ده كان السنه اللي فاتت في عيد الام اللي فات. حاولي بجد لو اي حاجة عايزة تشتريها اشتريها النهاردة قبل بكرة. مسافة بس ما تفكري كده وتشاوري عقلك هتلاقي الحاجة غلط. هنا كان الجمبري بتاعي استوى، كان فاضل بس الجمبري والرز كان بيتشرب. هنا خلاص كان استوى. كنت بوريكم الجمبري بس الصراحة يعني هو مش احسن حاجة للشوربة.
ولا للسليق، لان هو الظهر بتاعه اللي هو اللي بيقرقش ده. حتى كنت جايبه كيلو، بقيت الكميه بقى هبقى اقليها، لازم تتنضف من الظهر. حبيت اقول لكم عشان لو جبتوا اي جمبري الوقت ده، وتقريبا الظهر بتاعه مش احسن حاجه. ده كان نوع غير اللي هو الازازي ده، في جمبري بيكون ازازي كده، ازاز كده، ده بيكون حلو للشرب وبيكون ظهره نضيف، لكن ده الصراحه ما كانش احسن حاجه. بس اتاكل يعني، واليوم اتقضى الحمد لله. كان غدا حلو الصراحه. اكله السمك دي بتكون اكله جميله جدا، لان بتكون سريعه، ما بتاخدش معاكي مجهود، او ما تاخدش معاكي يعني فاهمه، ما بتبقيش واقفه ما بتبقيش واقفه عرقانه كده في المطبخ من الاخر. بالذات الشوي ده الصراحه بسيبه، ممكن اطلع اعمل حاجه وارجع تاني، فاهمين قصدي؟ هو بياخد وقته كده على النار. بس كده، ده كان الروتين بتاعي النهارده، وكان الغدا بتاعي النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا بيه، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا اي حاجه من الكلام اللي انا قلته لكم. هكون مبسوطه جدا لو اي حد استفاد مني النهارده اي حاجه. واشوفكم ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في روتينات تانية كتير، وفي فيديوهات مشتريات اللي انتوا بتحبوها، مصوره لكم كذا حاجه، اسعار والحاجات اللي انتوا بتحبوها دي. انا برضو بحب قوي 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 اتفرج على الفيديوهات دي، لان بعرف الاسعار كده اللي حواليا وانا قاعده في البيت، فبيكون حاجه كويسه يعني. فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان انتوا تستفادوا برضو مني، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. واتمنى ان انتوا دايما تتابعوني، عشان بحبكم جدا في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.